السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة دايما يا رب. فيديو جديد بإذن الله. هنعمل كاردن او كاردن بس مدامات، يعني مش الكاردن الواسع بتاع البنات اللي هو الكم الواسع زي الكمون وكده، لا، ده زي بلورو طويل بشريط حوالين الرقبة. القماش المطلوب ليه ده انا عاملاه ب2.5 متر. تمام. القماشة دي كريب على حرير. بصراحة اللي شدني ليها التشجيرة بتاعتها، الكنار بتاعها فوق وتحت خلاها يعني شدني ان انا اعملها وبطريقة معينة. طبعا احنا عادة لما بنعمل نحط البورسون على البورسون، لا، بس ده الكنار هنا حاكمني اللي انا عايزاه. صاحبة القماشة عايزاه فوق وتحت، كان ممكن اعمل البورسون على البورسون واعمله من قدام التشجيرة، بس لقيتها اوفر شوية. لو اتعمل الصدر كله هيبقى زيط وزحمة قوي. فالقماشه دي انا بقيسها العرض بتاعها لقيتها اكتر من 150 سنتي، فانا طبقت كده الاربع طبقات، ناحيه مقفوله خالص وناحيه مفتوحه. فانا الزياده عن ال 150 انا بقصها 10 سنتي كده، بقصهم ينفعوا اي حاجه. قبل ما نبتدي كده نصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام، ويا ريت ما تنسوناش باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد. والاشعارات اللي ما بتجيش لاي شخص يا ريت يلغي الاشتراك ويرجع تاني يشغله على الكل عشان يوصلوا الاشعارات بتاعتنا. نقول بقى كده، احنا بنيجي بقى من الناحيه المفتوحه، الناحيه المقفوله، الناحيه اللي قدام، الناحيه التانية دي انا سايباها مقفوله هستغلها. فانا باخد نص عرض الكتف من الناحيه المفتوحه اللي هي 4 طبقات، بخلي الاتنين قد بعض، لان هو كده كده الكاردن ده ما بيكونش مقفول على بعض، بيبقى جنب بعض. باخد نص عرض الكتف اللي هو 20، وباخد 8 سنتي حردة الرقبه في 2 سنتي اللي هو الخلف، وبعمل ميل الكتف 3 سنتي، وبنزل من ميل الكتف 23 سنتي حردة الجيرو. بعد كده باخد ال 28 الربع دوران الستر زي ما انتم شايفين كده، وبعمل النص اللي هو عرض الكتف لتحت خالص كده، اعمل خط عشان اعمل الدوران بتاع حردة الجيرو زي ما انتم شايفين كده. خليكم فاكرين الجيرو 23 سنتي النزول عشان الكم. بعمل هنا 45 سنتي طول الوسط، ده قيسها على صاحبته. ونزل 18 سنتي طول الجنب بالمنظر ده كده. وبعدين نحدد 35 الاكبر حجم الربع، والوسط هنا 25، وال28 بتوع ايه الصدر. كده بنعمل الخطوط على بعضها تدينا التقسيمه بتاعت ايه، بتاعت الوسط. زي ما قلت لكم ده مش الكاردن اللي هو البناتي اللي هو الواسع زي كومونو، لا، ده كاردن او بلورو طويل بيتلبس تحت منه بيزك قط. تمام. دلوقتي انا باخد بقى الطول من تحت نفسه طول الطول من تحت عرضه، باخده نفس عرض اكبر حجم. اللي عايز يوسع يوسع. انا معايا قماش برضو هيبقى زي انا كده محتاجه بس الكم، والكم هيجي من الجزء اللي فوق اللي هو من بعد حردة الجيرو. زي ما انا كده باخد ال4 سنتي، وبعد ما باخد ال4 سنتي بشوف المسافه دي اللي انا هعملها منها الكم لقيتها كبيره، فانا باخد بقى التوسيع اللي هو 4 سنتي الخياطه لتحت الطول. عشان كده في الديل من تحت عايزينه على واسع ممكن توسعوا، عايزينه نفس دوران اكبر حجم براحتكم خالص. انا يعني الراحه معاكم، الوسع معاكم القماش وسعوا براحتكم. تمام. بس عشان صاحبه الكاردن ده او البلورو ده صاحبة ظروف خاصة في رجليها، فهي مش عايزاه واسع ولا عايزاه حتى تطويل الارض، لا، يعني مبين القدم. دلوقتي انا بسوي الديل وباخد 2 سنتي لفوق او 3 سنتي من الجنب عالية لفوق، على ما فيش للجنب التاني اللي هو من الامام والخلف يعني في الديل. دلوقتي بقى انا بعمل التعديلات بتاعتي، باخد بفصل الامام عن الخلف، واجيب بقى الامام اروح عامله واخده اللي هو 1 سنتي من عند الكتف، يعني من ما فيش من عند حاره الرقبه، على 1 سنتي من عند حاره الجيرو، وبغوط حاره الجيرو 2 سنتي لجوه كده على ما فيش، بادئه من ما فيش ومنتهيه من ما فيش. اجي بقى اعمل ايه، اعمل الصدر من قدام. طبعا انا عاملاها على اساس تحت الصدر على طول اللي هو الرباط اللي هيتعمل. تمام. فانا بمد كده المسطره على هيئه 7 لحد المكان اللي انا عايزاه. طبعا دي حسب كل واحد هو عايز ايه.
دلوقتي خلصنا الامام والخلف، نبتدي بقى ايه في الكم. انا دلوقتي دي انا الجزء ده وانا بقص قلت لكم دي اللي هتبقى الكمام، فهتبقى كبيره بزياده معايا. فانا هعمل الكم هنا في بومبي صغير كده، كشكشه صغيره، فانا بزود على طول الكم 5 أو 10 سنتي عشان الكشكشه. تمام، بحدد الطول اللي انا عايزاه وبعد كده بقص، والجزء المشجر ده هو اللي هيبقى عندي الكتف من فوق. تمام، فانا عاملاه باسوره. فانا لو الكم كامل 60 باخد 10 سنتي زياده عشان الكشكشه، فانا باخده برضك 60 بس، وانا كده كده بزود الاسوره عندي. تمام، بعمل هنا المستطيل بتاع الكم اللي هو وسع 23 سنتي بتاع نزول حرة الجيرو وزياده 2 سنتي. تمام، باخد الاول ال10 سنتي الاولانيين، وبعد كده بعمل المربع المستطيل بتاع نزول حرة الجيرو او ترمبة الكم، وبعلمها كده. طبعا الحته اللي عند المعصم دي انا بعملها في حدود 17 20 سم، من 17 ل 20 سم حسب الكشكشه اللي انا عايزاها. بفصل الاول الكم اللي انا مخططاه كده عشان الزيادات اللي طالعه ونازله دي من الكم، بيبقى بالمنظر ده كده. اروح انا عامله ايه بقى، اروح عامله من عندي ترمبة الكم، فاصله مخططه الجزء اللي هو بتاع الكشكشه، واعمل ترمبة الكم العاديه خالص، واخد من فوق كده. هو مش باين من الرسومات بس هيبان وانا بقص كده. اروح اللي هو نزول ترمبة الكم انا عاملاها 13 سنتي، وهو تاخد معاها قيمة العلو 13 سنتي، وكمان العلو بتاع ترمبة الكم. كده خلصنا الكم اللي فوق. اعمل بقى الاسورة، عايزة اعمل شكل في الاسورة، مش عايزة اخليها سودة او مشجرة تشجيرة عادية، لا انا فكرت ان انا اخد الوردة اللي هي طالعة لفوق دي زي السهم دي، انا هاخدها للكمام اخليها زي تطريزه على الاسوره، وتبقى الظهر بتاع الاسوره اسود، ودي تبقى نازله على الكم كده، شكلها جميل جدا. هتشوفها في اخر الفيديو مع بعد ما اخلص البلور ده خالص. ايوه بالمنظر ده كده شكلها جميل جدا. انا عملت كده الاتنين، والاتنين لازم اعملهم مساويين لبعض، نفس المسافات بتاعه الرسمه، ظهور الرسمه اللي باين منها نفس المسافين قصاد بعض. هيبقى بالمنظر ده كده. هكشكش الكم والاسوره هتبقى بالمنظر ده. والرسومات يا جماعه هي جت بالقدر كده، انا كنت عامله حسابي على حاجه طلعت حاجه تانية، بس برضو طلعت شكلها جميل جدا، هتشوفها في الاخر. دلوقتي بقى هنبتدي نخيط. هنعمل الكتاف. على الكتاف اول حاجه هنعملها فيها، لان ما فيهاش شغل في قدام وورا في الامام او الخلف، غير اللي هو الشريط اللي هيربط الاتنين ببعض. فانا هعمل الكتاف اخيطهم مع بعض، وبعد كده هعمل ايه الحاجات المتقطعه الصغيره اللي هي زي الاسوره مع الكمام الاول اظبطه. هو سهل جدا بس عايز تركيز عشان الرسمه تبقى معاك ازاي. ادي الاسوره اهي انا عملتها فازلين، والفازلين عملتها في الطبقه اللي فيها الورد اللي هي هتبان لبره. تمام، اللي عايز يعملها كلها وش وظهر الفازلين براحته خالص. انا بتني من على الطرف كده تنيتين جوه بعض، وبعد كده ببتدي اخيط مسافه صغيره، وبعد كده اروح مكشكشه عامله كسر على قد ما تيجي الكم على قد الاسوره بالظبط كده هون، وتنيها برضو من على حرف كده تنيتين اللي جوه بعض بالمنظر كده. هنخرج هتبقى بالمنظر كده. الاسوره مديه شكل بصراحه جميله. الرسمه دي عامله زي الرسمه الاسلاميه او حاجه فرعونيه كده، يعني مديها شكل جميل جدا. وتركيبه الالوان الاسود مع الذهبي مع البيج مع اللون الحمصي ده جميله جدا في اللبس. وسبحان الله جت بالقدر كده. الرسومات جميله جدا، رغم ان انا وانا بشتري القماشه دي ما كانش في الحسبان ان انا اجيب القماشه دي. ده انا جبت قماشه وبعد كده طلعت فيها عيب، فرحت ابدلها فلقيت دي قدامي. سبحان الله. دلوقتي بقى بركب الكمام. طبعا الكمام فيه زياده، فانا بعد ما بحط خط النص بتاع الكتف مع خط الكتف من فوق الخياطه، اروح جايبه الطرف الاتنين على بعض واجي اخيط. انا طبعا مدبسها بدبوس في النص، فانا اخيط كل الاتنين قصاد بعض مظبوطين على بعض. الزياده اللي هتبان قبل الدبوس بتاع 5 سم هبتدي اكشكشها قبل الدبوس، ونفس المسافه اكشكشها من بعد الدبوس. ليه؟ عشان انا المسافه قسمها بالنص، فعشان يبقى مساوي معايا، عشان ما يطلعش في الطرف التاني في اخر الكم، في اخر الطرف حردة الكم يبقى فيه زياده. لا انا منظمه اهو. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الاتنين قد بعض، اروح ماسكاهم واروح مظبطه واخيط كده كده كده. يعتبر الكم خلص زي ما انتوا شايفين كده بالبومبي بتاعه البسيط.
اهو الكم التاني اهو بالمنظر ده كده، واهو شكله يبقى البومبي كده شكله حلو، مش هيبان برضو كلا ايه وهي ملبوسه او على المانيكان. دلوقتي بقى انا بقفل الجنبين زي ما تقول، هو بسيط جدا ما فيهوش اي حاجه، بس هو عايز تركيز لما يكون فيه رسومات معينه. انا كان غرضي ان انا اخلي الرسومات الاتنين قصاد بعض، الناحيتين اللي فوق الوردتين اللي نازلين كبار، لا اتاري هو الكنار في شجره كده كبيره وشجره جنب منها صغيره. انما لو انا عايزه الشجرتين الكبار هيبقى جنب بعض فوق والشجرتين الصغيرين تحت، او اللي فوق زي اللي تحت، كنت جبت 3 متر قماش عشان اوزع الرسمه مظبوطه. بس بالقدر انا جايبه 2.5 على اساس ان هو يقضوا كده، لان القماشه اللي انا بدلتها كانت 2.5، فانا مجبره ان انا اجيب على قدها 2.5. تمام. دلوقتي احنا بعد ما خلصنا الجناب خلاص والفيديو قرب يخلص، انا دلوقتي بعمل الشريط اللي انا الرباط اللي هيتعمل على الصدر. طبعا الرباط على قد المشجر ده، لو عملت الحتتين مشجرين بس هتبقى قصيره، فانا عملت لها توصيله سودا خليتها في النص منه عشان تبقى من ورا عند حردة الرقبه الخلفيه، كده كده مش هتبان. انا يهمني اللي قدام يبقى كله حته واحده من غير توصيله، فانا وصلت المسافه دي، المسافه السوداء الصغيره اللي في النص دي ما بين الشريطين. اجي بقى اعمل ايه؟ ادي الحرده الاماميه والخلفيه بعد ما خدتهم مع بعض اقسمه بالنص كده واعمل ايه؟ علامه. واجي برضو في الشريط اعمله بالنص بالظبط. الحته السوداء اللي انا التوصيله دي هتبقى هي في النص، فانا هقسمها كده واعمل النص بتاعها مع النص بتاع حرده الرقبه الخلفيه، واروح انا مدبسهم على بعض وابتدي من النص، يعني ابتدي من النص عشان ما فيش حاجه تتزحزح ولا اي حاجه، يبقى الاتنين مساويين لبعض، عشان المسافه اللي هي اخر المسطره اللي انا خدتها اللي هي تحت الصدر دي البدايه بتاعت بدايه ونهايه الشريط الخياطه. اروح بدايه كده من عندها هي من تحت من اخر الشريط اللي انا هلزقه فيها، اخيطها كده لحد الدبوس، وابتدي بقى ايه؟ اخيطه زي ما انتم شايفين كده. الشريط كله بطبقه على العدله والخياطه بتاعته باينه، يعني مش متني مكفف او حاجه زي كده، لا. اروح مخيطه لحد المكان اللي انا هيبقى الشريط هيبقى مفتوح من عندها، زي ما انتوا اللي هو اخر المسطره اللي هي السبعه اللي هتبقى من قدام دي لحد تحت الصدر، اخيطها عندها. تمام. اخيطت كده الاتنين اهو، انا خيطت دي كده والاتنين على بعض كده عشان اشوف المسافة اللي هي الطرفين بتاع الشريط هيبقى قد بعض اهو. انا عملت النص الاولاني والنص التاني اهو، احط علامة عشان لما اجي اخيط الشريط من الاتجاه التاني هيبقى اخرها عند الدبوس بالظبط. تمام. في حركة، في طريقة بقى، خطوة اللي عايز يعملها هو الاول يعملها، ان انا اتني الحرفين بتاع بقيه البلورو اللي هو من تحت السبعه اللي انا هعملها من قبل ما اركب الشريط ده كده، اتنيها تانية صغيره، وبعد كده يبقى انا كده حددت ايه المسافه اللي انا هعملها. تمام. لكن انا بقى لزقت الشريط واجي اهو. بصي الحركه اللي انا بقول لك عليها دي اللي انا المفروض اعملها قبل تركيب الشريط، اللي انا بتني الحرف بتاع الامام المفتوح من قدام، اخيطها تانيتين جوا بعض كده. عشان كده بقول لكم ده بلورو او كاردن حريمي، مش اللي هو فيه الحرف الباندا كده اللي هي بالطول يمين وشمال من قدام ماسكه من الطرف من تحت لفه على الرقبه للطرف التاني، لا. انا عامله شريط يتربط لحد الوسط او لحد تحت الصدر، والباقي تحت متني تجفيف تانية جوا تانية بالظبط. انا كده بتني الحروف. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معلش على التاخير، بعد ما قلت بعد ال3 شهور الغياب بتوعي قلت بقى خلاص هنتظم في اليوتيوب، فالحر مع قطع النور مع النت الخلصان، فده اللي اخرني تقريبا بتاع 10 ايام كده، انا ما نزلتش يعني فيديوهات، فان شاء الله خير. دلوقتي بقى الشريط انا مفتوح، فانا سايبه مسافه على قد ما انا هخيط هلزقه في حرة الرقبه والخلفيه والاماميه، والباقي مفتوح. اروح تانية كده على على القلبه كده، واروح قافلاه من على الطرف، وانا سايبه الحته اللي انا بعملها دي كده اللي انا هطلع منها الشريط وهو متني وجاهز اهو كده.
اروح جايبه حاجه رفيعه كده، اروح مدخلاه الشريط واقلبه، هطلعه من الطرف التاني اللي هو الحته اللي الاخر حته اللي في الخياطه بتاعه الرقبه او الصدر يعني، اهو زي ما انتم شايفين كده. اروح مطلعه كده اهو كده طلع. يا دوبك الحته اللي انا طلعتها من دي هقفلها جوه بعض كده واديها خياطه بس كده، وهيتكوي طبعا. وادي التاني اهو خيطته وبرضك هقلبه بنفس الطريقه كده. سهل جدا مفيهاش اي حاجه. بس شكله على فكره ده بتاع مناسبات على فكره يعني، هي القصه عاديه بس التشجيره مع الالوان بتاعته جميله جدا. هيتلبس تحت منه بيزك اسود كات، وبصراحه تحفه جدا. وبرضك ممكن يتلبس تحت منه منطلون اسود وبادي مثلا لحد مثلا فوق الركبه كده شويه، ويتمشي برضك بيه عادي خالص. ادي شكله اهو بعد ما خلص. ورسمه الالوان بتاع تركيبه الرسمه جميله جدا فيها زي ما انتم شايفين. انا جبت لكم بعد ما خلص كده بتفاصيله كلها زي ما انتم شايفين كده. يا رب اكون قدرت ان انا اوصل لكم معلومه وفكره كويسه ومعلومه كويسه، واشوفكم على خير. ويا رب ما تنسوناش بدعوه حلوه بصلاح الحال لينا وليكم ان شاء الله، ودعوه حلوه للقناه انها تقوم على حيلها تاني ونجمع ال4000 ساعه بيكم وليكم ان شاء الله. اشوفكم على خير والسلام عليكم.